السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنعمل مع بعض السمك الفيليه ورز الصياديه وسلطه خضراء، ان شاء الله تعجبكم. هنسمي الله. معانا هنا كيلو من السمك الفيليه وليمون والبهارات، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره شطه، نص معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه كبيره ملح. هنجيب بوله ونبدا نعصر الليمون. معانا هنا 3 ليمونات. طبعا كلنا عارفين ان السمك بيحب الليمون، ف3 ليمونات بالنسبه لكيلو السمك كانت كويسه جدا معايا، واديته تطعيمه كويسه جدا. خلاص يا جماعه، كده عصرنا الليمون. هنبدا نضيف البهارات والملح على عصير الليمون، ولازم نتاكد كويس جدا ان الملح داب تماما علشان السمك يتطعم. طبعا في الوقت ده يا جماعه ما ينفعش نضيف فلفل مفروم علشان لما نيجي نقلي السمك ما يتحرقش مننا. في حاجه مهمه جدا نسيت اضيفها، هضيفها دلوقتي، هي معلقه توم كبيره، بس لازم نتاكد كويس جدا ان الملح داب تماما. هبدا انزل بالسمك على التتبيله. ده سمك قشر بياض، مغسول ومتنضف كويس جدا، ومصفيينه ومنشفينه كويس. لازم يكون منشفينه كويس علشان يتشرب التتبيله. هبدا اضيف معلقه الثوم، معلقه ثوم كبيره. ده يا جماعه الثوم اللي فرزناه مع بعض، يا ريت تدخلوا تشوفوا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. ودي افضل طريقه لتفريز الثوم، بيقعد عندي سنه كامله. هنتبل السمك، ولازم نتاكد ان كل قطعه من السمك اتبلت كويس جدا. طبعا يا جماعه احنا بنبدا بالتدريج، الاول بنتبل السمك ونركنه، وبعد كده بنطبخ الرز، واول ما يتشرب بنوطي عليه ونبدا نعمل السلطه ونشيلها في التلاجة، واخر حاجه خالص بنقلي السمك علشان نقدمه سخن. طبعا السمك الفيليه من ألذ انواع السمك، بيعجب الكبار والصغيرين، وخاصه سمك قشر بياض. طعمه جميل جدا وملوش اي ريحه زفاره. ولو عندك اطفال ما بياكلوش السمك، جربي تعملي لهم السمك ده، ان شاء الله يعجبهم. ويا ريت اللي يجربوا يقول لي رايه فيه ايه، ويا ريت تقولوا لي عجب اولادكم ولا لا. هنتبل السمك، ولازم نتاكد ان كل قطعه في السمك اتبلت كويس جدا واتطعمت من التتبيله. وهنسيبه في التتبيله لمده نص ساعه، مش اكتر من كده. السمك الفيليه مش محتاج اكتر من نص ساعه في التتبيله، لان السمك الفيليه بيشرب التتبيله بسرعه، فمش محتاج اكتر من نص ساعه. بس لازم نتاكد ان هو اتبل كويس جدا بالشكل ده. هنجيب كيس نايلون ونغطيه، وهنركنه جنبنا، ونبدأ نجيب حلة على النار ونحط فيها شوية زيت، وما نكترش الزيت علشان الرز يبقى خفيف معانا. هنجيب هنا بصلتين وسط مبشورين، وهننزل بيهم في الزيت. البصل مش معصور بميته. هنحاول نقلب تقليب مستمر علشان البصلة تدينا لون موحد. طبعا لو ملاحظين انا ما كترتش زيت علشان الرز يبقى خفيف زي ما اتفقنا، وان شاء الله هيبقى مفلفل، وهنشوف دلوقتي مع بعض. تمام، البصلة بدأت تلون. هنكون مجهزين جنبنا المية، مية عادية مش مغلية. طبعا كلنا عارفين لكل كوباية رز مصري كوباية مية، عكس الرز البسمتي، لكل كوباية رز بسمتي كوبايتين مية. طبعا الكلام ده كلنا عارفينه، بس الكلام ده انا بقوله للبنات الصغيرين اللي اول مرة يدخلوا المطبخ. خلاص كده البصلة خدت اللون الذهبي. هنغمقها شوية كمان علشان تدينا اللون المطلوب للرز الصيادية. تمام، حلو قوي اللون ده يا جماعه. يا ريت ما نغمقش اكتر من كده علشان البصله ما تمررش معانا. هنضيف الميه لبهارات الرز، نص معلقه صغيره من كل حاجه، كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسود، معلقه كبيره ملح. هندوب البهارات في الميه ونغطي. في الوقت ده هنبقى غاسلين الرز ومصفيينه. اول الميه ما هتغلي بالشكل ده هنبدا ننزل بالرز. ده نص كيلو رز مغسول ومتصفي، زي ما احنا قلنا يا جماعة، لكل كوباية رز مصري كوباية مية علشان يبقى مفلفل معانا. وهنقلب كويس جدا الرز ونغطي. خلاص كده الرز اتشرب. هنقلبه كويس جدا علشان يبقى لونه موحد. في الوقت ده هنوطي النار خالص ونغطي الرز ونسيبه يكمل تسويته. بعد ما خلصنا الرز هنبدأ نحضر السلطة ونشيلها في التلاجة علشان تبقى جاهزة معانا. هنبدأ نحضر الدقيق اللي هنغلف بيه السمك.
معايا هنا كوباية ونص من الدقيق، هضيف عليهم نص كوباية نشا واقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا يا جماعة فايدة النشا هنا في 3 حاجات. اول حاجة ما بخليش السمك يشرب زيت كتير، تاني حاجة ما بخليش السمك ياخد لون بسرعة، تالت حاجة بتدينا القرمشة اللي احنا محتاجينها للسمك الفيليه. بتبقى قطعة السمك مقرمشة من بره وطرية من جوه وطعمها جميل جدا. لكن لو غلفنا او بدرنا السمك بالدقيق بس، الدقيق هيتحرق معانا بسرعة ومش هيدينا التسوية المظبوطة للسمك. فمهم جدا يا جماعة نضيف نص كوباية نشا على الدقيق، ولازم نتأكد ان كل قطعة سمك اتغلفت او اتبدرت كويس في الدقيق والنشا علشان تدينا القرمشة اللي احنا محتاجينها. هنجيب طاسة على النار فيها زيت علشان نبدأ نقلي السمك. هنغلف او هنبدر السمك كمان مرة في الدقيق والنشا، ونحاول ننزل اي دقيق زيادة علشان ما يتحرقش في الزيت. السمك يا جماعة لازم ينزل في زيت سخن جدا، وهكمل تسويته على نار متوسطة. في الوقت ده ما ينفعش اقلب السمك خالص علشان ما يتهريش الا لما اتاكد ان السمك بدأ ياخد لون ذهبي من تحت. في الوقت ده ابدأ اقلب السمك زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت يا جماعة لو وصلتوا معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتدخلوا تشوفوا كل الفيديوهات اللي انا نزلتها، ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. خلاص السمك كده استوى وخد اللون الذهبي الجميل. هبدا اطلعه على مناديل المطبخ. انا قليت السمك على نار متوسطه زي ما انا قلت لكم علشان قطع السمك سميكه، علشان اتاكد ان هي استوت كويس جدا. وشايفين الزيت ما اتحرقش، ده بسبب نص كوبايه النشا اللي انا ضفتها على الدقيق. هكمل باقي الكميه بالشكل ده وارجع لكم تاني. خلاص وصلت للوقت اللي انا بحبه، وقت الغرف، والرز مفلفل ولونه ذهبي وجميل وريحته اجمل وسخن جدا، والسمك كمان سخن جدا. باقي على الفطار 5 دقايق، صوما مقبولا وافطارا شهيا. انا هنا بغرف الرز في قالب علشان يديني شكل حلو على السفرة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله النهاردة عملنا مع بعض السمك الفيليه ورز الصيادية وسلطة خضراء، وقدمنا معاهم عصير، والرز مفلفل زي ما انتوا شايفين، والسمك لونه ذهبي ومقرمش من بره وطري من جوه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي انا نزلتها، ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ورمضان كريم عليكم وبالهنا والشفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.